السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني جدا والله من الفيديو اللي فات. انا عارفة ان انا بتأخر كتير قوي في الفيديوهات، بس غصب عني والله، يعني انتوا عارفين الحياة مشاغل وكده. برحب طبعا بكل المشتركين معايا، اخواتي وحبايبي. واللي لسه جداد معايا اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني. ولو انتي اول مره تشوفي قناتي، يلا بقى اشتركي معانا في القناه عشان توصلي كل الفيديوهات، وتفعلي زر الجرس على الكل. ما تنسوش اللايك، ونبدا على الفيديو بتاعنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده الفيديو بتاعنا كده ابتديناه من اول الفطار، زي ما انتوا كنتوا شايفين كده، حضرنا الفطار وفطرنا. وبعد كده كان في شويه طلبات كده ناقصه في البيت، فنزلت جبتها من السوق وطلعت. كان حاجات منظفات يعني هي اللي كانت ناقصاني، فنزلت جبتها حاجات. طبعا الاسعار بصراحة يعني معرفش، هي كل ساعة ولا كل دقيقة بتغلى. يعني مش عارفة في ايه بالظبط، الحاجة تجيبها بسعر اروح اجيبها بسعر تاني يعني. انا جبت الكلوروكس الالوان ده، والابيض طبعا للغسيل، والشاور ده اللي هو الموف ده، بصراحة تحفة 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 روعة يعني، يا ريت تجربوه. وكان ناقصني بقى شوية منظفات كده، والسترس ده حبيب قلبي ما بستغناش عنه في البيت بصراحة. بصوا ينظف كل حاجة يعني، البوتاجاز حلو والحيطان وكل حاجة اللي عايزين تنضفوها بينضفها كده في ثانية. بس بقى جبت بقية المنظفات اللي كانت ناقصة، ملمع الإزاز والشامبوهات والحاجات ديت. وهنا دي الصبغة بتاعتي، مش مهم يعني، كنت بقول لكم كده. بس دي كانت الحاجات اللي انا نزلت اشتريتها. ارصي بقى كل حاجة مكانها، وبعد كده ايه نشوف ورانا ايه. بعد طبعا ما رصصت كل حاجة، دخلت على غرفة الولاد. الترتيب بتاعها بقى كده، الروتين بتاعنا نبتدي بقى من هنا. نظبط بس كده السراير. طبعا اليوم ده كان عندي كمان هعمل فيه اكل، ما بطولش كتير قوي في تنظيف البيت، بما ان الدنيا بتبقى رايقه يعني. يا دوب بس كده ايه، اظبط السراير مكان ما كانوا نايمين، ولمع الدنيا كده وخلاص. ان شاء الله. طبعا انا قلت لكم ان في هغير اوضه الاطفال دي خالص، يعني ضروري كده الدنيا تخلص يعني، كل يوم والتاني عند النجار. طبعا انتوا عارفين المواعيد بتاعتهم يعني، بسم الله ما شاء الله. الاول قال لي 10 ايام ولا 15 يوم والدنيا تخلص، دخلنا في شهر ونص كده ايه، مفيش اي حاجه خلصت. يعني عمالة اتحايل عليه اقول له يعني خلصني يا ريت قبل دخول المدارس تاني، الترم التاني، وقبل رمضان. فربنا يسهل بقى، ادعولي ان هو يخلصني عشان الدنيا متبقاش كلها متدربكة عندي. بس هنا خلاص خلصت وكنست بالمكنسة كده، وبقت الدنيا هي رايقة كده زي ما انتوا شايفين. قولي بقى لو في اي اقتراحات، قولها لي، عايزة عشان وانا بجدد كده اعملها يعني. لو في اي حاجة عايزين شايفينها تتعمل في الأوضة، فياريت تقولوا لي اقتراحاتكم، عشان يعني لو فيها إمكانية إن أنا أغيرها. بس هنا كمان بقى إيه، كان جه وقت الغدا، فدخلت بقى إيه على المطبخ تاني. يعني أنا تقريبا عايشة في المطبخ ما بطلعش يعني. هنا حطيت الفرخة على النار تتسلق. هسيبها بقى على بال ما تتسلق كده، اشوف ايه اللي هعمله تاني. عصقت، كنت عندي هعمل بقى مكرونه بشاميل وكلاش، فقلت بقى ايه اعصج اللحمه. حطيت البصلايه على النار كده تصفر كده شويه، وهنزل بقى باللحمه اعصجها. انا حاطه الحله على النار فيها ميه عشان اسلق المكرونه، وادي الفرخه كمان بتتسلق. بس اللحمه هنا خلاص ابتدت تتشوح كده. هنزل بقى عليها بطماطم وفلفل رومي بقى او حامي على حسب انتي بتحبي ايه.
الخطوة دي بتبقى حلوة قوي، بتدي الطعم للحمة المفرومة كده حلوة يعني. هنا خلاص المكرونة بتاعتي اهي اتسلقت، واللحمة كمان كانت جهزت. هجيب بقى عندي الجلاش، اروح احطها في الصينية كده، ادهن سمنة الاول. بصوا انا مش بحط رق رق يعني، عشان وادهن سمنة عشان ما تبقاش تقيلة، فبحط يعني ايه، بقسم الورق كده على نصين واظبطه كده. يعني كده كده في الاخر بحط بسقيها يعني بلبن وبسمنة، وممكن نحط شوربة معاها، فهتبقى الدنيا تقيلة اوي، فهي خليها بالمرة مرة واحدة بس في الاخر كده. فانا هنا بقسم الجلاش نصين، وبحط نص تحت كده، وبعد كده احط عليه اللحمة، وارص برضو تاني بقية الجلاش. طبعا هنا كان الورقة كبيرة قوي، فانا بروح بلفاها من تحت كده، بقفل بيها الصينية يعني، عشان حتى الحشو بتاع الجلاش ما يوقعش بره، فبنلفها كده من ناحيتين. بعد كده بقى ايه، هقطعها زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كان كمان صينية المكرونة عملتها عشان اختصارا للوقت عليكم في الفيديو، وجاهزين كده ان انا ايه ادخلهم على الفرن. وكمان الفرخة خلاص كانت استوت، حطيتهم في الفرن بقى. وبصوا بالكارثة بتاعت المواعين، طبعا المكرونة البشاميل دي بتاخد مواعين كتير قوي، هي والجلاش. فبعد ما خلصت بقى ايه، ابتديت ايه اغسل فيهم كده، حطيتهم في الفرن، وقلت بقى ايه اقف انا على الحوض اخلص المواعين ديت، عشان كتير قوي بصراحة يعني. بس قلت بقى يعني بصي بصة كده، يعني لسه داخلين في السوا هم، بدل ما يتحرقوا وانا واقفة بصبن في المواعين. بس بعد كده بقى ايه، حبيت اعمل شوية لسان عصفور، وادي الفرخة كمان بحمرها. كان خلاص الصواني في الفرن خلاص استوت اهي، وطلعتها. بسم الله ما شاء الله، والفرخة اتحمرت خلاص، كان الغدا كده جاهز معانا. لسان عصفور، هما بيموتوا عندي في لسان العصفور، بيحبوه قوي يعني، فقلت لهم كمان شوية يعني. نعم مش راكبة مع الاكل، بس اهو والله الاكل ده يعني فكرني كده ايه بروايح رمضان، كان لازم يبقى فيه شوربة كل يوم على الاكل. بس خلاص كده حطيت لهم بقى الغدا عشان نتغدى. ورجعت تاني بقى اكمل بقية المطبخ. طبعا البوتاجاز كان حالته صعبة قوي، فقلت اخلصه كده واشطبه. غسلت العيون بتاعته. يعني هو اليوم ده النهارده كان في المطبخ، يعني ما كانش في حاجة تانية بره في الشقة غير ان انا كنت واقفة في المطبخ. بس بقى خلاص، وخلصت كده البوتاجاز صبنته، وكان كده اليوم بتاعي خلاص خلص. طبعا روتين خفيف وسريع كده، فاتمنى يا رب يكون عجبكم. خلاص كده انا الفيديو بتاعي النهارده كان خلص. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو تاني جديد ويوم جديد. شكرا وباي باي، واسيبكم بقى مع بقية الفيديو.